السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا الحمد لله يعني النهاردة دي كانت آخر حاجة في الغسيل بعد ما ايدي انتهت خالص يعني. انا امبارح طول الليل ادلك فيها بشويه زيت. ناس نصحوني يعني ولاد حلال قالوا لي دلكيها بزيت كده علشان الاعصاب تفك وما تشدش عليكي وتألمك. فانا عملت بنصيحتهم يعني وقعدت ادلك فيها بشويه زيت. وبعدين قلت بكره ان شاء الله الصبح اتكل على الله واخلص باقي الغسايل يعني عشان برضو المدارس خلاص هلت وجربت والعيال برضو زي ما انتوا عارفين بتغير كتير. بس الحمد لله رب العالمين خلصتهم الحمد لله، وألم شديد في ايدي. اللي عنده بس اي حاجة يقول لي عليها يعني يكون دهان للايد كده لأعصاب الايد يعني، لاني مش هقدر اروح لدكاترة ولا اصرف ولا اكشف. فأي لو اي دهان يكون بس بالله عليكم سعره رخيص يعني، ما يكونش غالي، يكون على المقدور يعني، ما يكونش سعره غالي. الله يكرمكم يا رب. اجيبه وادهنه على ايدي. بس انا يا جماعه والله عايزه اتكلم معاكم بصراحه كده. انا كنت قاعده مع نفسي امبارح فبقول لنفسي الناس اللي اذتني نفسيا قبل ما تاذيني مثلا في حياتي الشخصيه مع عيالي، يعني الناس اللي اذتني نفسيا انا عملت معهم ايه؟ اقسم لكم بالله العظيم يا جماعه، والله انا ما عملت مع اي حد غير كل خير. كنت دايما الابتسامة دي في وشي حتى لو انا هم الدنيا كله فيا. والله العظيم لو هم الدنيا كله فيا، لو حد من اي حد من الناس اللي تسببت لي في الاذى النفسي ده لو شافوني او جبلوني، انا كنت اقول لنفسي لا، هم ملهمش ذنب باين لهم غضبي ولا اطلع عليهم غضبي، ولا ان انا مثلا ازعلهم مني، هم ملهمش ذنب. كنت ببقى من جوايا نار وهم واضحك في وشهم. لو في مقدرتي حاجة اساعدهم كنت بعمل كده. يا جماعة انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا ظروفي ما كانتش تعبانة الاول، وظروفي ما كانتش وحشة الاول. انا كنت الحمد لله مستورة معايا الحمد لله في حياة امي وابويا، ما كانوش محوييني لا انا ولا عيالي لاي حد. لكن بعد ما يعني توفاهم الله انا حالتي اتدهورت، وكل شخص كان طمعان او كل شخص كان نية يعني مخبيلنا نية وحشة جواه طلعت، وما بقيش حد يهمه زعلي ولا يعني قطيعتي ولا اي حاجة من دي. انا يا جماعة كنت اي حد في ايدي اساعده، ما كنتش بتأخر من الناس دي. انا مش بقول يعني انا بقول الناس المقربة ليا اللي هي المفروض كانت يعني تقف معايا في محنتي. بالعكس انا شفت منهم اسوأ ايام حياتي. والله العظيم انا امبارح نايمة وبقول لنفسي انا لو ربنا توفاني الله دلوقتي يعني انا هل جاهزة لمقابلة ربنا؟ هل العيال دي هيبقى مصيرهم ايه؟ طيب انا كل همي في الموضوع ده انا قاعدة، انا اللي متولية امر عيالي، انا اللي متولية امرهم. فانا دلوقتي يعني لو توفاني الله العيال دي مصيرها ايه؟ يعني بعد يعني ربنا يا رب، انا ده اللي بتمناه بس ان ربنا بس يعني يبارك في عمري ويديني الصحة بس عشان اقدر اقف واقدر اعمل لهم وادي رسالتي معاهم، لان ما فيش حد هيهتم بيهم، ملهمش حد حنين. الحنينين عليهم كانوا امي وابويا والله يرحمهم. شفتوا ايدي يعني يا جماعة بغسل شوية واريح شوية، ما بقدرش اتواصل اغسل كده على طول مستمر. الاقي ايدي كده صوابع ايدي حنشت ووقفت كده، وباخد وقت على ما تتفرد وتتني وترجع لطبيعتها. ادعوا لي الله يكرمكم وقفوا معايا في القناة، هفضل اقولها لكم. يعني لاني انا فعلا نفسي القناة تتفعل، نفسي افرح كده بمبلغ شهري كل شهر اقدر اصرف منه على عيالي واقدر اغطي طلباتهم ومصاريفهم. انتوا عارفين برضو 5 عيال
5 عيال أعمار مختلفة، مصاريفهم عاملة ازاي دلوقتي؟ أي بيت فيه بس عيلين أو 3 بيصرخوا من المصاريف. فأنا اللي طالبة منكم بس بالله عليكم والله العظيم، أنا بحط راسي على المخدة ما بنامش من كتر التفكير، والله 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 ربنا يحاسبنا على اليمين ده. أنا ما بعرفش أنام من كتر التفكير في يعني إن أنا هعمل إيه طب بكرة هجيب لهم مصاريفهم ازاي، طب بكرة هجيب لهم أكلهم ازاي يعني. بتفرج يعني ربنا ساعات بيبعت لي حد مثلا أجهز له شوية خضار. الذرة كانت آخر حاجة اللي صورتهم معاكم في الفيديو الأخير دول، بس دي كلها حاجات قطاعي، ويعني مكسبها برضو ضئيل خالص على أسرة 6 أفراد. بعد ما خلصت الغسيل كده فرزت الشرابات بتاعة العيال برضو عشان أغسلهم لهم، عشان دول هشيلهم للمدارس. فرزت اللي هم يعني أقل اللي فيهم ضرر يعني، اللي ممكن يتعالج، عشان أغسلهم لهم غسلة حلوة كده وأشيلهم لهم للمدارس، وإن شاء الله تتقضى يعني، وربنا يسترها معايا بإذن الله ويفرج عليا. أنا دايما أقول يا رب يا رب يا رب ما تحوجني المخلوق، يا رب يا رب. بصوا الشراب ده مقطوع من ورا، يعني في كام جوز شراب فيهم كده مقطوعين من ورا. قلت بعد ما اغسلهم غسلة كويسة ألضمهم كده أخيطهم بالإبرة ومش هيبانوا يعني. كويس الحمد لله ان هم من ورا يعني عند الحتة اللي بيلبسوا فيها الجزمة يعني اسفة، اللي هي عند كعب الرجلين كده، فدي مش هتبان. فقلت بعد ما اغسلهم لهم كده غسلة حلوة واشمسهم لهم ارجعهم لهم زي الجديد واكتر. يعني انا قلت بعد ما يتشمسوا واكوهم لهم كده هو اوديهم عند بتاع المكوى كده واكوهم لهم يبانوا زي اللي جاهزين بالظبط. انا يعني الظروف حاكمة عليا بحاجات كتير مش بقدر اتكلم فيها، بس انا من جوايا تعبانة نفسيا وزعلانة على الوضع، لاني انا يعني الى حد ما كانش وضعي كده مع اهلي، بس حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد تعب لي نفسيتي وعيشني ايام رعب وعيشني ايام صعبة وايام خوف، وكنت انام وانا خايفة لحد يعمل فيا حاجة ولا في عيالي حاجة. واللي يزعلكم واللي يقهر اني اقرب الاقربين هم اللي كنت اخاف ان هم يتعرضوا لي ولا يتعرضوا لعيالي. فانا كل اللي طالباه منكم يا جماعة بس ان انتوا تشدوا حيلكم معايا وتقفوا معايا، ويعني تخلوني من بعد ربنا كده. انا مش عايزة يعني اشيل هم ولا عايزة اشيل هم بكرة. انا حاسة ان صحتي بتروح من كتر التفكير، والله العظيم والله العظيم انا برهق نفسي ومخي في التفكير الزايد عن الحد، بس دي حاجة غصب عني والله، مش بإرادتي. انا حاسة صحتي في النازل وصحتي عمالة تضعف يعني من كتر شيل الهموم ومن كتر انا الشيلة تقيلة عليا خالص، الشيلة تقيلة عليا، بس انا ما اقدرش اتخلى عن عيالي، ما اقدرش اتخلى عن ولادي لاني ملهمش غيري بعد ربنا. فاقفوا معايا وخليكم معايا دايما سانديني بعد ربنا وما تسيبونيش ابدا. وانا خلاص خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون حلو وعجبكم وخفيف عليكم، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي والقادم افضل باذن الله باذن الله باذن الله. يا رب القادم افضل باذن الله. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي من قلوبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. استودعكم الله مع الف سلامه.